يا مساء الفل، ازيكم يا حلوين؟ تعالوا نشوف رد الفنانة بوسي على طليقها بعد ظهورها في برنامج العرافة مع بسمة وهبة. هو طلع واتكلم وكذب بوسي في كل حاجة قالتها، وقال ان ما حصلش، دي بتتنفس كذب، وان هي هتخرب بيتي وفي مشكلة بسببها ومش مشكلة بسببها. فهي قامت انها ترد بيه عليه، فاعملوا لايك ويلا نشوف الفيديو مع بعض. شفتي يا بسمة؟ شفتي يا ستي اللي قعدتي تدافعي عنه وقعدتي تضغطي عليا في الحلقة وتقولي له قولي له بحبك بحبك واتكلمت عليه كلام كويس. انا فعلا ندمانه ان انا قلت الكلمة دي وان انا سمعت كلامك. انا ما كانش ينفع ان انا اعمل كده اصلا. شوفي طالع بيتكلم بيقول ايه عليا، وبيتكلم في سيرتي وفي عرضي وفي شرفي، مع اني من ساعة ما حصلت المشاكل انا عمري ما جبت سيرته بكلمة وحشة، ولا قلت عليه كلمة وحشة، ولا خدت في شرفه ولا في عرضه. انا عمري ما اعمل كده، عشان ده تربيتي واخلاقي. ده الفرق ما بين تربيه شارع الهرم وتربيه الكباريهات وتربيه ابن الناس، ابن الاصول اللي بيفهم في الاصول، الفلاح اللي عنده شرف واللي عنده بنات واللي عنده اخوات. بس هو ما عملش حساب الكلام ده، وما كنتش متخيله للدرجه دي ان الشهره واكله دماغه، وان هو بيستغل الشهره دي على قفايا. على قفا مين؟ على قفا الست اللي كانت مراته في يوم من الايام، اللي كانت بتنام جنبه على سرير واحد وبياكلوا مع بعض عيش وملح. يعني ده فعلا انا مصدومه. يعني انا ما عنديش كلام اقوله بجد. يعني انا مش عارفه اقول ايه، بجد مش عارفه اقول ايه. والمشكله ان انا يوم التصوير، يوم الحلقه، بعد ما مشيت من عندك من الاستوديو، جه واتعشى معايا. كان عندي واتعشى معايا وكانت علاقتنا كويسه جدا، مفيش اي حاجه. لكن انا ما كنتش متخيله ان بعد الكلام الكويس اللي اقوله في الحلقه عنه وادافع عنه واطلعه ان هو مظلوم وان هو بريء وان هو اتعرض لحاله نصب، في الاخر يطلع يبقى ده جزائي، يطلع يترد كلام زي ده وفي شرفي وفي عرضي. انا مش قادره اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، وما عنديش كلام اقوله اكتر من كده. ده الفرق ما بين تربيتي واخلاقي وتربيته. والمشكلة ان هو مش عامل حساب للشهر الفضيل، ومش عامل حساب ان احنا في رمضان، ومش عامل حساب ان هو كان بيعمل عمرة وفي بيت الله وقدام الكعبة، وبيتكلم على مراته اللي هي كانت في يوم من الايام على ذمته، اللي كانت شرفه، اللي كانت عرضه. ما عملش حساب كل ده. وانا اللي هنا ما بعملش عمرة، مع ان ربنا في كل مكان، عمري ما جبت سيرته وحشة ولا قلت عليه كلمة وحشة، ودايما بقول عليه كل خير. بس انا فعلا انا غلطانة ان انا قلت عليه اي كلمة حلوة. ده حتى ما عملش حساب للعشرة، ما عملش حساب ان هو كنت انا في يوم من الايام على ذمته. وبيقول لك الرجولة والاخلاق، ده ملهاش علاقة ولا برجولة ولا باخلاق، مع ان النهايات اخلاق، وده ملوش اي علاقة ولا بالرجولة ولا بالاخلاق يا بسمة. وبجد يعني انا مش عارفة اقول ايه، وحسبي الله ونعم الوكيل تاني.